بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، وصلنا إلى قول الإمام أحمد، صح؟ وصلنا إلى قول الإمام أحمد: ولا نصف الله بأكثر مما وصف به نفسه بلا حد ولا غاية. تقدم معنا أن معنى قوله بلا حد كما قال الشيخ صالح الفوزان: أي لا نكيف صفات الله فنذكر حدودها. قوله بلا حد أي بلا حد معلوم، لأن المخلوقات لا تحيط بالله عز وجل ولا يحيطون به علما. بلا حد أي بلا حد معلوم يعلمه الناس. ولا غاية أي لا غاية يبلغها وصف الواصف، وصف العباد، يستطيعون أن يصلوا إلى وصف الله عز وجل أو صفات أو كيفية صفات الله عز وجل. هذا معناه بلا كيف، ما معناه بلا كيف. ولا غاية أي بلا كيف. قال الإمام أبو عبد الله من هنا، صح؟ قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه رحمه الله ورحمه الله: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله. نعم، هذا قول قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله تعالى. الإمام الشافعي هو محمد كما ذكر ابن إدريس من أئمة المذاهب الأربعة، وهو تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد. الإمام الشافعي تلميذ الإمام مالك وشيخ الإمام أحمد. فذكر هنا قول الإمام، أي ذكر الموفق بن قدامة رحمه الله قول الإمام الشافعي في الواجب في صفات الله في آيات الصفات، وكذلك الأسماء في آيات الأسماء والصفات. قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله من الآيات في القرآن في صفات الله عز وجل، أسماء الله وصفاته، على مراد الله ما أراده الله وهو الظاهر. ماذا يريد؟ هو الظاهر. يد الله معروف، أثبت الله عز وجل معروف اليدين. وجه الله معروف لا نؤوله. جاء ربك أي جاء معروف المجيء، لا نقول نؤوله جاء أمر ربك. استوى على العرش معروف الاستواء، ارتفع وعلى، لا نقول الاستيلاء، على الظاهر. قال: وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي على الظاهر نمرها. قال: وعلى هذا قال الإمام ابن قدامة قال: وعلى هذا درج السلف، أي مشى السلف، جميع السلف مشوا على هذا الأصل وهذه القاعدة. قال: وعلى هذا درج السلف وأئمة الخلف، أي على الإيمان بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، والإيمان برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: كلهم متفقون على الإقرار والإمرار والإثبات. هذا هو المقصود من كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، أن نقر نؤمن، والإمرار على مراد الله، والإثبات أن نثبت هذه الأدلة ثابتة. هذه أدلة الصفات لا ننفيها، نثبت الصفات، نثبت الصفات لا ننفيها، نقرها نؤمن بها ونمرها كما جاءت على الظاهر، ونثبتها لا ننفيها. قال: لما ورد من الصفات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تعرض لتأويله، أي
من غير تعرض لتأويله، أي أن نأتي يعني تفسير غير الظاهر. تأويل المراد به هنا أي التفسير غير الظاهر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يعني في قولهم، يعني قول السلف: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت، أي أن نبقيها. قال شيخ الإسلام: فقولهم أمروها كما جاءت يقتضي إبقاء دلالتها على ما هي عليه، على الظاهر، فإنها جاءت ألفاظا دالة على معان. ويبقى وجه ربك بل يداه مبسوطتان، ويعني غير ذلك من آيات الصفات. وجاء ربك، قال فإنها ألفاظا دل على معان: المجيء، يد الله، كذلك في السنة يغضب الله، الغضب، الضحك، هذه صفات ثابتة. الكلام، كلم الله موسى تكليما، لها معان، معروف الكلام، معروف الغضب، معروف يعني معناه، لكن لله عز وجل المثل الأعلى، هذا المعنى معروف، لكن الكيفية لا نعلم كما تقدم عن الكيفية. قال: فلو كانت دلالتها منتفية، أي لو كانت الدلالة هذه غير الظاهر، غير الذي نعرفه، مثلا في باب الاستواء، لأن هذا الذي يعني يمثل به العلماء كثير. يعني باب الاستواء، قال الله: ثم استوى على العرش، معروف الاستواء بلغة العرب على وارتفع، ليس معناه الاستيلاء، إذا كان المعنى غير الظاهر، غير معنى على وارتفع، لبينوه لنا. قال: فلو كانت دلالتها منتفية لكان الواجب أن يقال: أمروا لفظها، مع اعتقاد أن المفهوم منها غير مراد. إذا كان دلالتها منتفية، ليس هذا المراد فيها، ليس المراد الظاهر، سيقول السلف: أمروا ألفاظها فقط، ثم استوى على العرش، أمروا لفظ استوى، لكن المعنى غير المفهوم، معنى آخر، الاستيلاء. ولكن لم يقولوا هذا، دل على أن الألفاظ يعني التي جاءت يعني في يعني الصفات، في باب الصفات، أن معانيها هي الظاهرة، معنى هذه الألفاظ هو الظاهر، معناه في لغة العرب، المعنى الذي هو مفهوم في لغة العرب. وقال أي شيخ الإسلام: أمروها كما جاءت رد على المعطلة، وقولهم بلا كيف رد على الممثلة. نعم، السلف يقول: أمروها كما جاءت، أمروها كما جاءت بلا، يعني أمروها كما جاءت، يعني ألفاظها ومعانيها المعروفة، رد على المعطلة الذين يقولون لا، معنى هذه آيات وصفات معناها كذا غير الظاهر، هذا رد عليهم. لا، المراد أمروها كما جاءت، أي كما معناها المعروف الظاهر، بلا كيف رد على الممثلة. لا تقولوا كيفية، يعني وجه الله كيفه كذا، هكذا وجه الله، رد على الممثلة والمشبهة، رد على الممثلة والمشبهة. قال: وقد أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم، وحذرنا وحذرنا المحدثات، وأخبرنا أنها من الضلالات، أي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، قد أمرنا بالاقتفاء، أي بالسير على ما سار عليه السلف، وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والاهتداء بمنارهم، ما يعني وحذرنا المحدثات. نعم، وأن نمشي على طريق خلاف طريقهم، كما قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال الله عز وجل في الأمر باتباعهم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. ليس أمر يعني، وإنما بيان أنه يعني
أننا نتبع هؤلاء والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. فمن اتبعهم بإحسان فهو الذي يرضى الله عنه، ومن لم يتبعهم فهو الذي لا يرضى الله عنه. فمعنى هذا مفهوم مخالفة الآية أن الله لا يرضى عنهم، لا يرضى عنه، بل كما قال الله نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. ومن يشاقق الرسول أي يخالف الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين أي غير طريق المؤمنين. فأمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنهجهم، وحذرنا المحدثات ومن يشاقق الرسول. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال عليكم بسنتي، هذا الأمر بالاقتفاء بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة من بعده، بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ثم حذرنا قال وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا الحديث دليل على يعني ما ذكر المؤلف، أمرنا بالاقتفاء لآثارهم والاهتداء بمنارهم وحذرنا المحدثات وأخبرنا أنها من الضلالات، كل بدعة ضلالة. قال وقال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. وقال عمر بن عبد العزيز كلاما معناه قف حيث وقف القوم قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا ولهم على كشفها كانوا أقوى وبالفضل لو كان فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفي وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم. وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. هذا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أقوال، هذه الأقوال عن السلف وعن الصحابة. عبد الله بن مسعود صحابي جليل، وعمر بن عبد العزيز وهو من يعني تابعي التابعين، إمام وخليفة يعني راشد رحمه الله ورضي الله عنه. كذلك الأوزاعي كما سيأتي معنا إمام من الأئمة. كل هذه يعني أقوالهم فيها الأمر باتباع طريق السلف واتباع نهجهم وعدم مخالفتهم كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي. فهذه الأقوال مثل مأخوذة من هذا الحديث، أخذوها من هذا الحديث. قال عبد الله بن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا، الزم الطريق النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء، هذا أخذوا من هذا الحديث. ولا تبتدعوا، لا تأتوا بشيء جديد، لأن دين الله كامل ليس بناقص. قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فدين الله كامل لا يحتاج إلى أن تأتي بشيء جديد. البدعة هي الشيء المحدث الذي لم يكن يعني من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القول أو الاعتقاد أو في العمل، شيء أحدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم في قول أو عمل أو اعتقاد. لا تبتدعوا، خلاص كفيتم، اتبعوا فقط، اتبعوا ولا تأتوا بشيء جديد، فإن يعني هؤلاء قد كفوكم كما قال عمر بن عبد العزيز. قال وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه قف حيث وقف القوم. من هم؟ السلف. هذا أمر باتباع السلف، اتباع السلف. حيث وقف القوم، ومن يعني أول السلف يعني الصحابة رضوان الله عليهم، فإنهم عن علم وقفوا، يعني لم يتكلموا
في آيات الصفات لم يعني يأتوا بشيء جديد، إنما لماذا؟ لأنهم علموا أن هذا هو المعنى، هذا هو المراد من الله عز وجل من آيات الصفات ومن يعني الأحاديث، المراد هذا فهمها على ظاهرها عن علم وقفوا، خلاص هذا هو العلم، علموا أن هذا المراد فوقفوا ولم يأتوا بشيء جديد، ولم يأتوا بشيء بمعنى يخالف ظاهرها. قال وبصر كافي وببصر نافذ كفوا، أيضا هذا بمعنى يعني بمعنى عن علم يعني وقفوا. قال ولهم على كشفها كانوا أقوى، إذا كان هناك معنى غير الظاهر فهم أعرف، لأنهم يعني يعني عايشوا التنزيل، أي الصحابة كان القرآن ينزل في عهدهم، فإذا كان هناك معنى خلاف الظاهر هم كانوا أعرف، سيعرفونه أفضل ممن بعدهم، سيعرفونه أفضل من بعدهم. قال وبالفضل لو كان فيها أحرى فلئن قلتم حدث بعدهم، أي حدث الخلاف بعدهم، حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، أي من خالف طريقتهم، جاء بشيء لم يأتي به يعني الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، وهذا دليل على أنه باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، فما أحدث بعد زمن الصحابة على خلاف ما كان عليه الصحابة هذا بدعة، هذا شيء جديد وهذا مبتدع لم يأتي به الصحابة، لم يأتي به النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي به الصحابة، هذا بدعة، هذا بدعة. وتقدم معنا أن كل بدعة ضلالة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رحمه الله يا عمر بن عبد العزيز أن هناك انقسم الناس يعني إلى يعني طائفتين المخالفين لهدي السلف، منهم من هو مقصر يعني لم يأخذ، قصر عن يعني فهم الذي كان عليه السلف، فتركوا ما كان عليه الصحابة من الفهم، ومنهم من غلا أخذ يعني الغلو فوق ما كان عليه الصحابة، وكل هؤلاء على ضلال، وكل هؤلاء على ضلال، فالذي يكون وسط، أمروها كما جاءت، كما قال يعني السلف أنهم يفهموا دلالة النصوص الكتاب والسنة في الصفات على ما هو الظاهر، على ما هو الظاهر. فقوم قصروا فشبهوا يعني صفات الله بصفات المخلوق، صفات المخلوقين، وقوم غلوا وقالوا يعني لا، الله عز وجل لا يشبه المخلوقين، لكن هذه يعني آيات الصفات، يد الله، وجه الله، مجيء الله، قالوا هذا لا نثبتها، ننفيها عن الله، ننزه الله على حد قولهم، وهذا ليس من التنزيه بل هذا من التعطيل، بل هذا من التعطيل. فنثبت أسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل على مراد الله عز وجل كما أثبتها الله في كتابه، وكما أثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، كما أثبتها الرسول صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تكييف ولا من غير يعني تأويل ولا تعطيل، تحريف ولا تعطيل، ومن غير تمثيل ولا تكييف، غير تمثيل ولا تكييف. قال وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي عليك بآثار من سلف، أي اتبعهم، اتبع السلف، ما تقدم معنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم والآيات، قول الله عز وجل وإن رفضك الناس، إن قال الناس هذا رجل يعني جامد، هذا رجل متخلف، هذا رجل يعني جاهل، لا تأخذ بقولهم، لا تأخذ بقولهم، أو يعني وصفوا بأوصاف يعني كهؤلاء وصفوا أهل السنة بمجسمة، أنهم يجعلون الله عز وجل جسم وحشوية وغير ذلك من يعني الألفاظ ويعني الأسماء التي سموا بها أهل السنة، سموا بها أهل السنة. فمن الزمن القديم، من الزمن القديم كل من خالف يعني
أهل السنة يأتي بألفاظ وبألقاب لأهل السنة تنفر الناس عنهم، كما نفر الكفار عن النبي صلى الله عليه وسلم، كما أتى الكفار بألفاظ بأوصاف للنبي صلى الله عليه وسلم ينفر الناس عنه، قالوا بأنه مجنون، بأنه كاهن، بأنه شاعر وغير ذلك من الألفاظ. فكذلك يعني هذا الشيء مستمر. جاء يعني هؤلاء المعطلة والمعتزلة وغيرهم وصفوا أهل السنة بأنهم مجسمة، أي جعلوا الله عز وجل جسم، أنهم حشوية، وبأنهم من الألفاظ يعني القبيحة. وهكذا إلى الآن يعني أهل البدع ماذا يصفوا أهل السنة؟ بأنهم وهابية، بأنهم جامية، بأنهم مداخلة. وأهل السنة بريئون من هذا، هم ينسبونهم إلى رجل. أهل السنة بريئون، ما ينتسبون إلى رجل، ينتسبون إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما ينتسبون إلى أحد. نعم هؤلاء علماء نجلهم ونحترمهم، ويعني يعني نتبع ما نتبع، يعني نأخذ بأقوالهم لأن أقوالهم عليها أدلة من الكتاب والسنة. أما إذا كان قولهم مخالف للدليل فهذا لا يقبل قوله، نرده ونحترم العالم. لكن هؤلاء هذا شأنهم، يريدوا أن ينفروا الناس، يصفون بهذا الصفة. هؤلاء وهابية. الآن عندكم في اندونيسيا مشهور هذا، صح؟ إذا يريد أن يعني يحذر منك، إذا يريد أن الناس لا يقبلوا منك يقول هذا وهابي، ثم الناس يذهبوا، صح؟ يهربوا. هذا الوصف، صح؟ هكذا من قديم، هذا ليس جديد، هذا من قديم. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أنه مجنون وقالوا أنه ساحر. وهؤلاء المعتزلة في زمن يعني ما بعد يعني في زمن التابعين قالوا هؤلاء مجسمة، هؤلاء مشبهة، هؤلاء ممثلة، هؤلاء يعني حشوية، غير ذلك من الألفاظ القبيحة التي وصفوا بها السنة. وهذا مستمر إلى الآن، هذا مدخلي لأجل أن الناس ينفروا عنه. ماذا قال الأوزاعي؟ قال عليك بآثار من السلف، اتبع السنة واتبع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة، لابد على فهم سلف الأمة، لأنك ما تفهم الكتاب بفهمك أنت ولا السنة بفهمك أنت. نحن فهمنا قاصر، لم يعني ما نحن يعني أهل العربية قد ذهبت يعني بعد أن كثرت الفتوحات ودخل الناس يعني في الإسلام من غير العرب، تغيرت لغة العرب. ما يعني اللغة العربية نعم موجودة الآن، لكن ليس اللغة الفصحى التي كان يعني يفهم من في زمن الصحابة، يفهم الدليل مباشرة، يفهم معنى قول الله عز وجل، مراد الله عز وجل في القرآن، مراد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. فلذلك لابد كتاب وسنة على فهم سلف الأمة، نفهم ما فهمه السلف، لا نفهم خلاف ما فهمه السلف. إذا فهمنا فهذا ضلال، هذا اتباع غير سبيل المؤمنين. لذلك يقول الأوزاعي عليك بآثار من سلف، اتبعهم. قال وإن رفضك الناس، أي بينوا أنت يعني وهابي، أنت مقلد، أنت جامي، أنت مدخلي، أنت وإن وصفوا بأوصاف ما وصفوا، إذا كنت أنت متبع لآثار السلف لا تبالي بهذا. قال وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، الأقوال آراء الرجال يعني قول فلان وفلان، رأي فلان وفلان، لا، أمام الدليل من الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة وأمام آراء السلف لا تقدم آراء الرجال مقابل يعني آراء السلف وأقوال السلف. فالسلف هم أعرف وأعلم وأحكم لأنهم أقرب، فالصحابة هم من عايشوا نزول القرآن، هم أعرف بالقرآن ممن هو الآن، وأعرف بالسنة ممن هو الآن. فلذلك إياك وآراء الرجال إلا بالدليل، هذا لابد بالدليل. قال وإن زخرفوه لك بالقول، هؤلاء هكذا يعني هم أهل البدع. لماذا كثير من الناس يعني يتبع أهل البدع؟ لماذا؟ لأنهم يزخرفوه بالقول، يأتوا بالقول الطيب، بالقول يعني أنه هذا هو الحق، يأتي بزخرف القول، يزخرفه أن هذا القول هو الحق، وأن هذا القول هو الحق. فعند ذلك يقبل الناس، كثير من الناس يقبل ذلك. نذكر كلام ابن القيم، قال ابن القيم
رحمه الله وغفر الله له، قال في أن من أسباب قبول الناس للبدع أن يأتي به صاحبه، أي يأتي صاحب البدعة مموها بزخرف من القول مكسوا حلة الفصاحة أو فصاحة والعبارة الرشيقة، فتسرع العقول الضعيفة إلى قبوله واستحسانه، إلى أن قال: وإذا تأملت مقالات أهل الباطل رأيتم قد كسوها من العبارات المستحسنة ما يسرع إلى قبوله ما يسرع إلى قبوله كل من ليس له بصيرة نافذة، ليس عنده علم. هذا هو سبب قبول، من أعظم أسباب اتباع الناس للبدع أنهم جهل، وكذلك أن صاحب البدعة يزخرفه ويحسنه ويأتي يبين أنه هو الحق. قال: ولما أراد المتأولون المعطلون تمام هذا الغرض اخترعوا، أي تمام أن يتبعهم الناس، أراد أهل البدع والضلالات أن يتبعهم الناس وأن يتركوا أهل السنة، جاءوا لأهل السنة بألقاب قبيحة وسموهم حشوية ومحيزة ومجسمة ومشبهة. قال: وهذا الأمر لا يزال حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، إلى الآن جهمية، يعني مداخلة وهابية، ينفر أهل السنة ويأتوا بأقوالهم بهذا، يعني مثلا يعني عبادة القبور، ويعني دعاء يعني الأموات، يقول هذا من باب يعني حب الصالحين، وهذا من باب التبرك بالصالحين، وهذا أننا نحن الأولياء، يزخرفوه للناس. نعم صح، نحن نحب الأولياء، لابد أن نحب الأولياء، نحب الصالحين، هذا من باب محبتهم، ليس من باب الإشراك بالله. هكذا أهل البدع، صح. ثم لما أن أخذوا الناس بينوا زخرفوا قولهم، جاء أهل السنة يبينوا أن هذا باطل، لابد أن يأتوا لأهل السنة بألفاظ حتى أن الناس يهربوا منهم. هؤلاء وهابية، خلاص الآن أنت إذا تمر تقول لرجل هذا وهابي مباشرة ما يسمع منك، صح؟ عندكم هكذا في شرق، يعني شرق آسيا هكذا، إذا قلت هذا وهابي خلاص الناس ما يقبلوا منك. هذا هم أهل البدع من قديم، يأتوا لأهل السنة بألقاب لأجل أن الناس يبتعدوا منهم، ويأتوا هم بأقوال مزخرفة. نحن مثل يعني هؤلاء المعطلة، ولا يعني نقول يقولون نحن ننزه الله، نعظم الله من أن يكون له يعني جسم، من أن يكون له، ثم يتهموا السنة هؤلاء مجسمة، الناس يتبعوهم ويتركوا أهل السنة. فهذه هي طريقة أهل البدع من قديم. أما السني السلفي هو الذي يتبع آثار السلف، وإن رفضه الناس يدعو إلى الله عز وجل، يحتسب الأجر من الله عز وجل ويصبر. طيب، نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.